عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم بقناتي، وأهلا وسهلا بكل اللي عم يتابعني، وإن شاء الله تضلوا بخير يا رب. اليوم إن شاء الله رح نحضر معكم طريقة عمل معكرونة البشاميل بنكهة بهارات السجق. أنا قبل هالمرة نزلت طريقة البشاميل بس بالدجاج، وإن شاء الله يا رب تعجبكم. يلا نشوف الطريقة ونشوف المقادير. أول شي رح أحط المي الغالية على النار لحتى أسلق المعكرونة. رح أضيف عليها معلقة من الملح، معلقة كبيرة من الملح. كمان بدي أضيف لها تقريبا معلقتين كبار من زيت المازوريا. رح أحضر هلأ التبلة. كمان رح أضيف تقريبا 3 معالق كبار من زيت المازوريا. رح نزل عليهم بصلة كبيرة مقطعة بهذا الشكل، وسنين 3 توم كمان مفرمتهم بهذا الشكل، وحبة فليفلة حمراء وحبة فليفلة خضراء. رح أقليهم شوي. رح نزل عليهم نص كيلو من اللحمة الناعمة. كمان رح أقلي اللحمة. رح أضيف عليها البهارات. عندي هون معلقة كبيرة من بهارات السجق، ومعلقة صغيرة من 7 بهارات أو بهار حلبي، ومعلقة صغيرة من جوزة الطيب، ومعلقة كبيرة من توم البودرة، ومعلقة كبيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من سنجبيل، وربع معلقة صغيرة من الهال المطحون. رح أقليهم ورح أنزل عليهم تقريبا 150 جرام من الفطر المعلب، و150 جرام من الذرة المعلبة. كمان عندي هون حبتين بندورة كبار قطعتهم بهذا الشكل. كمان رح أقليهم مع بعض، ورح أضيف عليهم معلقتين كبار من دبس الفليفلة. رح أتركهم يتقلوا لحتى تنشف عندي كل السوائل. هيك صار يطلع عندي التبلة جاهزة. رح أحضر هلأ صوص البشاميل. بدي أضيف تقريبا 100 جرام من الزبدة. بدي أدوب الزبدة، ورح أضيف فوقهم 3 معالق كبار من الطحين. بدي أحمص الطحين والزبدة شوي. رح أنزل فوقهم لتر من الحليب. بدي أضيف عليهم مكعب من مرق الدجاج. بدي أضيف عليهم كمان معلقة صغيرة من الأوريجانو، ونص معلقة صغيرة من جوزة الطيب. رح استمر بالتحريك لحتى يتقل عندي صوص البشاميل. أول ما يتقل صوص البشاميل بدي أنزل تقريبا 150 جرام من جبنة الموزاريلا. بدي أطفي عليهم النار. بدي أستمر بالتحريك لحتى تذوب عندي جبنة الموزاريلا. هيك صارت عندي المعكرونة جاهزة. بدي أقسمها بالنص. كمان رح أنزل نص صوص البشاميل فوق المعكرونة. بدي أخلطهم مع بعض وأفردهم بالصينية بهذا الشكل. كمان هلأ بدي أنزل التبلة عندي. اللحمة صارت جاهزة كمان. رح أنزلها وأفردها بهذا الشكل. رح أضيف باقي المعكرونة فوق صوص البشاميل. كمان رح أحركهم مع بعض، ورح أنزلهم فوق الصينية. كمان بفردها بهذا الشكل، ورح أضيف عليها هون تقريبا 250 جرام من جبنة الموزاريلا. رح أحطها بالفرن. أنا هون شغلت الفرن على درجة حرارة 180 من فوق ومن تحت. رح أحطها بالفرن تقريبا نص ساعة. بعد نص ساعة أخذت عندي هذا اللون. طلعتها من الفرن، استنيت عليها شوي لبردت، قطعتها بهذا الشكل، وهيك طلع قوامها بعد ما بردت شوي.
إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو اليوم، عجبتكم طريقة التحضير، ولا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة واضغطوا على زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد. وأهلا وسهلا فيكم وصحتين وعافية.